السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. لعبة مدرب الافضل. ان شاء الله النهار هذا غنبدلو التكتيك ديال اللعب. نبداو بمباراة ريال مدريد. طلعت الموسيستر. نشوف هاد المباراة. الهدف الاول بالنسبة لي في هاد المباراة هادي، المباراة المقبلة عندي سهلة، وغنكمل داك 25 مباراة بدون خسارة. الهدف الثاني. الهدف الرابع في نهاية المباراة. كامافينغا. نشوفوا اللعبة جابوا ليا صاني 85. لا مال 9. لا صعب بلاش. تم بيع فاران. بالنسبة للعابة الماتشات اللي بقى لي واحد نكمل 25 انتصار متتالي. هي المباراة ديال غدا ان شاء الله، ديال اليوم ان شاء الله، 13 ساعة مازال ليها. بالنسبة للفريق راه كتشوفوا الفريق 27 نقطة. بالنسبة خوتي للتاكتيك ديال الخطة اللي كنلعب بها انايا، ديما 4-3-3. هذا هو الخطة اللي كنلعب بها. ولا بعض المرات كنلعب نيت 4-3-3 بالطريقة هذه. كنقدم واحد الهجوم وكنخلي جوج لاكس. هذه هي الخطة اللي بغى اي واحد بغى يبدا يلعب في مدرب الافضل. هذه احسن خطة ليه باش يلعب بها، باش فهمتي ينافس كاع الدراري اللي كيكونوا كبار منه في النيفو، وحتى في اللعابة. انا كنلاحظ في روما باللي غادا بواحد بنفس الخطه اللي قلت لكم، التاكتيك 4-3-3. غادا بواحد النيفو زوين. كان خاصها اللعابه من يهزموا ليهم راه مابقاش خسروا دابا. تقريبا المباراه 11 ومع 15 ما خسراتش. ندخل دابا نشوف اخر خساره لينا وقتاش. مقاولة صافي نهاية المباراة. صعب في الديربي. نشوفوا اخر تعثر اليوم. 15 انتصار، 3 تعادلات و4 خسائر. نشوفوا اخر خسارة. الجدول نشوفوا الجدول. اخر خسارة مع اتلانتا في الدورة 9 1-0. كما كتشوفوا. بس عرفوا بلي الخطة ديال 4-3-3 كتكون زوينة.
كان خاصني غير اللعابة هاديك الوقت. غنشوف واش سديت انا في الجولة 5 خسرت الجولة 7 حيت لسه ما كانش المباراة، تعادلت خسرت. من تما فاش جبت اللعابة وليت كنربح كما كتشوفوا 10 حتى دابا حنا في 25 واقيلا. هاهي من 10 حتى ل 25 يعني 15 انتصار متتالي خلاني نوصل في مرتبة 17 مع 16. دابا انا في مرتبة 5 وتا النقاط قرابة لبعضياتهم كما كتشوفوا ما بين الخامسة والثانية راه 3 نقاط ان شاء الله. راه انتصار واحد والتعثر ديال ميلان غيخليك توصل. دابا غنمشيو للمباراة الأخيرة. حتى هما كما كتشوفوا نفس التاكتيك كنلعب به، نفس التاكتيك 3 5 4. يعني من غير هاد الخطة هادي كيكون داكشي صعيب. وديما هجوم التدخلات خاصهم يكونوا عنيفين، ديما البقاء مدافعين كتهاجم غير بالأجنحة، وسط ميدان دفاعي والاخر راه كيعاون. فاش كدير واحد صانع العاب راه كيعاون الهجوم. واخا انا بعد ما قديت الخطه هنايا ما قديتش التاكتيك ديال اللعب ديالي، ديما الضغط هجوم شرس تمريرات سريعه المنطقه. شوف المباراة الأخيرة والمهمة عندي. الهدف الأول بالناصر. هدف واحد كاع ما كيطمئنن. يلا والهدف الثاني ثنائية. نشوفو دابا شوفو النتائج ديال الفرق الاخرين. كما كتشوفوا هانتوما نفس التشكيله لعب فيها، غير هاد المره انا حاط واحد حيت ما تيقش في الدفاع، حاط رودري اللور والاخرين راه كيعاونوا. ونفس الطاكتيك كما كتشوفوا حماس هجوم الظهيرين كيعاونوا الدفاع الهجومي، يعني حتى هما كيعاونوا كيبقى لاكس كيعاون الدفاع. يعني هاد الخطه دي كتخليك ديما بلي الدفاع ديالك كيكون واقف. شوفوا المباراة ديال الاخ عبد الرحمن. يا عبد الرحمن مبروك لعبد الرحمن، انتصار كرابح بواحد تعادل. شوفوا الترتيب ديالنا: مان سيتي الاولى، الريال الثانيه، ليفربول. هادو هما الفروق. عبد الرحمن في المركز السادس. قائمة المدربين: عبد الرحمن الاول، الثاني يعني صار نقولوا عبد الرحمن في الفينار. قائمة الفرق: الاول عبد الرحمن الثاني. وقائمة المدربين: عبد الرحمن الاول والماني برتغالي هما الثانيين والثالثين، انا الرابع. المهم اخوتي هادو الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو الجاي.